السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا لها اليوم وصفة كيران الغرب، الوصفة الأصلية بدون أي إضافات، يعني ما فيها لا حليب لا بيض. كاين اللي يديروا الفرماج ما فيهاش فرماج. الوصفة الأصلية اللي يخدموا بها هنايا في تلمسان وفي وهران ثاني. وغادي نقول لكم كاع اسرار النجاح نتاعها، باش دير هذيك القشره الفوقانيه الحمراء، باش تاني ما دير لكمش هذيك القشره اليابسه لتحت. ولا ما نطول عليكم، فوتوا المقادير بسم الله. جيبوا هنايا حمص مطحون، هذا تاع كان اللي فيه 250 غرام. شوفوا البنات، ها هي لا غوسيت هنا مكتوبه، هذه هي الوصفه الاصليه. الوصفه الاصليه اللي راهم كاتبينها ما فيها والو، ما زيت ملح وحمص مطحون. هذا ما كان فيهاش كاع هذوك الاضافات زياده. مام المقادير غادي نعطيكم بالغرام ونعطيكم بالكيلو. شوفوا البنات، كيما هذه تاع 250 غرام ديري فيها ديريكت قرعه تاع الماء. هكا شيت لكم قرعه تاع الماء، خاطر انا ما عنديش قرعه هكا تاع بلاستيك في الدار كاع نقيسهم. رحت بعثتهم شاو لي قرعه تاع الماء فيها لتر ونص. وهذا الحمص مطحون تاع كرم فيه 250 غرام. 250 غرام كاع تكبوها في الغيسيبيون وديروا فيها لتر ونص. هذه قاعده. بصح كاين اللي يشري هذا الحمص مطحون يشري بالكيلو بزوج كيلو. تسمى غادي نعطيكم العبر كيفاش ديروا غرفيه كبيره. هذوك الغرفيات البويض كيما اللي عندي مداري تشوفوني نخدم بهم. ندير غرفيه حمص مطحون في 3 غرفيات ونص ماء. هذه هي البنات، لا درتو بالكيلو ديروا غرفيه حمص مطحون بنفس الغرفيه ديروا 3 تاع الماء ونص كيما هكا. ولا درتو بالعبر 250 ديريكت ديري لتر ونص. هنايا هاد اللتر ونص شوفوها تاني، هاد الطريقه ديروها بعين الاعتبار. هذه هي اللي تخرج لكم كران كريمي ما فيهش هذيك القشره اليابسه. هاد اللتر ونص ديروا نص هنايا فوق هذيك 250 وتخلطوا، والنص الاخر تاع الماء نديروه يغلى لدرجه الغليان كيما هكا. خلطوا البنات مليح هذاك الحمص المطحون، خلطوه مليح حتى يذوب، ما تخلوش يدير كويرات. وهنايا انا استعملت لكم غير بالفويل خاطر كاين اللي ما عندهمش الميكسور. بصح اللي عندها الميكسور ماذا بك تطحني بالميكسور، كلشي غادي ينطحن كيما راكم تشوفوا. هنا راني نزيد الماء تدريجيا كيما هكا. كي وصلت لنص القرعه صاي نحبس ونروح نسخن هذاك النص اللي بقى في القرعه الاخر. شوفوا البنات لدرجه الغليان نسخنوه مليح. هنايا نديروا مغرف صغيره تاع الملح معمره كيما شفتوا، ونديروا نص كاس تاع الزيت هذا تاع لاتاي، ونخلطوا كلشي غايه كيما هكا. دخلوا مليح هذاك الزيت في هذاك الخليط. والماء تاعي في هذا الوقت راه يسخن لي كيما قلت لكم لدرجه الغليان. طريقه هي السر باش ينجح كران. وتاني الحاجه الاولى والسر الاول باش ينجح لك كران هو الكوشه. الكوشه خاص تكون سخونه بزاف كيما اللي يطيبوا فيها برا، كيما اللي يبيعوا صحاب كارن يطيبوا في هذوك الكوشات الكبار تاع الحديد، هذوك الكوشات تاع تلمسان. هذيك هي اللي طيب كارن غايه. يعني كي ديريه في الكويزينيير ولا في هذاك الفرن تاع المروحه ما تعطيكش نفس النتيجه اللي ديريها في الكوشات تاع الحديد. ودوك تشوفوا معايا هنايا بعد ما سخن لي الماء نكبه هكا ضربه واحده فوق هذاك الخليط الاول ونزيد نخلط كما قلت لكم البنات. هنايا اللي عندها الميكسور في هذه المرحله تخلط مليح بالميكسور، غادي يتخلط غايه ويدير هذيك الرغوه. خاطر هذيك الرغوه كي تطلع من الفوق هي اللي تدير لكم هذيك القشره الفوقانيه. واللي ما عندهاش معليش دير غير كما هكا بالفوي. كما تقدروا تعمروا هذا الخليط في جيلي كان هذوك تاع 5 لتر، هذوك تاع الماء تكون خاويه ونقيه، تعمريها وتغلقي عليها وتقعدي تمخضي فيها كي شغل باش يتخلط كاع غايه. وثاني البنات باش يجيكم كران مليح، هنايا كي تخلطوه وصاير راكو كملتو خليوه يريح واحد على الاقل واحد الساعه ولا 2 سوايع باش هذوك الحبيبات تاع الحمص كاع ينتفخوا ويتشربوا. انا حقيقه درته روتر ما خليتهش يريح، بصح كي يكون عندي الوقت دائما نديره نخلطه مع العصر ونطيبه تقريبا هكاك مع المغرب. من الافضل تخلطيه بكري وتخليه يتشرب كاع غايه. هنايا عاوتاني سر واحد اخر من اسرار نجاح كران اللي هو البلا. هذا البلا كنت سخنته مليح في الكوشه، سخنوه غايه كما شفتوا راني رفدتها بالكتانه سخنوه مليح. وكي تخرجوه من الكوشه عاده ديروا فيه شويه زيت، طليوه كاع غايه بالزيت باش ما يلصقش فيه كران. شوفوا ما ديروش الزيت في الاول وتدخلوا البلا للكوشه خاطر غادي هذاك الزيت كاع ينحرق والبلا تاعكم يولي كحل. لا، سخنوا البلا هكاك خاوي نقي ما فيه لا زيت لا والو. كي تجبدوه سخون عاده ديروا فيه هذيك شويه تاع الزيت ومشوها قدر واحد زوج مغارف هكاك كبار كيما هكا. كي دهناه كاع بالزيت نخويو هذاك الخليط فيه.
هنا انا ما جيت ندهنها وما جيت نخوي الخليط، لا كان صاي البلا تاعي شويه دفى معايا مع التصوير راكو عارفين. بصح نتوما كي يكون عاد سخون ضربه واحده خلطوا هذاك الخليط هودوه فيه ودخلوه للكوشه. ولا جاكم سخون وخفتوا تحرقوا يديكم ولا خليوا البلا في الكوشه وقعدوا من هذاك الخليط تكبوه هكا بشاب ولا تكبوه في البلا حتى تكبوه. ديروا هاد العفسه كيما هكا باش ما تجيش هذيك الطبقه لتحت. لخاطر شوفوا هاد الحمص المطحون ما تعياو زعما طحنوه بالميكسور غايه تخليوه ينتفخ وكاع، بصح يقعدوا هذوك الحبيبات بصح عادي. شوفوا البنات انا بغيت هنا نوريكم هذا البلا الاول طيبته في الفرن المروحه. شوفوا كيفاش يخرج، هو يطيب غايه وكاع بصح ما يديرليش هذيك القشره الكحله من الفوق اللي يبغيها كارن. هذاك هي الصح كي يكون كحل من الفوق هذاك هو نجاح الكارن. ماشي تقولوا محروق ولا كاين. واحد المره واحد الاخت حطت كارن تاعها في الفيسبوك ايوا كانت مطيبتها غايه كيما صحاب الغرب. مالا شفت واحد التعليقات هكا ولايات مختلفه قالوا لها راكي حرقاتها. لا البنات هذيك القشره الكحله كي تكون من الفوق هذيك دليل على نجاح كارن، يعني ماشي محروق. كيما هذا لا ما دليش القشره على خاطر طيبته في فرن المروحه. دوك تشوفوا البلا الزوج اللي طيبته معاكم في الكوشه تاع تلمسان. شوفوا البنات كيفاش يجي كريمي، ما تجيش كاع هذيك القشره لتحت. يعني سواء طيبيه في كوشه تلمسان في الكويزينير في فرن المروحه كاع جاني كيف يعني لتحت ما فيهش هذيك القشره اليابسه ولا يجي كريمي وبنين. وهذا البلا اللي طيبته في كوشه تلمسان شوفوا كيفاش جا. شوفوا هذيك القشره اللي نحوسوا عليها. ونجي هنا نقصها معكم. شوفوا البنات جا ما شاء الله بنين محمر من الفوق، ما كاش هذيك القشره من تحت كريمي كما راكم تشوفوا. هنايا شويه راه عاد سخون. شوفوا نتوما كي تجبدوه من البلا خليوه على الاقل يريح واحد 4 دقائق 3 دقائق ماشي بزاف. هو كارن يتكل حامي بصح ماشي مباشره من الكوشه خاطر يكون عاد جاري بزاف. كيما هكا خلوه غير واحد 4 دقائق 3 دقائق غير يقبض روحه يكون عاد حامي بصح يقبض روحه شويه. شوفوا القوام تاعه كي داير. كي نقولوا كارن حاجه باينه تمشى معاه الهريسه او رشه تاع الكمون. وشتوا البنات ما درتش كاع الكمون داخل في الخليط علاش باش ما يعطيناش ذوق المراره. وكاين اللي ما يبغيش ذوق الكمون يعني كمون ديروه في التالي. اللي يبغي الكمون يدير هذيك الرشه تاع الكمون واللي ما يبغيش ما يديرهاش. كيما هكا انا درت الكمون ديريكت غير في كاسكروط نتاعي ما درتش كاع في البلا خاطر كاين اللي ما يبغيش البنه تاعه. وهذه هي اخواتاتي وصفتنا نهار اليوم جا ما شاء الله. نقول لكم جربوه ردوا عليا في التعليقات. الى فيديو قادم تهلاو في رواحكم في صحتكم. سلام.